حفلات واحتفالات في الإعلام الجاهل، حفلات واحتفالات بيقولوا لقوا ثغرة هتمنع انضمام اللاعب أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي في مباريات كأس العالم للأندية اللي تبدأ بعد 10 أيام. حفلات واحتفالات انتصار تاريخي لنادي الزمالك على الأهلي، هيعملوا يوم 3 يونيو 2025 يوم عيد قومي في نادي الزمالك. احتفالات خلاص، زيزو مش هيلعب مع الأهلي إلا بعد كأس العالم في أمريكا. فين الزتونة يا لبليبو؟ خد الزتونة يا لبليبو. نهائي كأس الرابطة أو كأس العاصمة، البطولة التافهة، هتنتهي يوم 12 يونيو، وبالتالي يبقى موسم كرة القدم في مصر هينتهي بعد المباراة دي يوم 12 يونيو، يعني بعد يومين من إغلاق باب القيد للنادي الأهلي. يبقى كده زيزو ما ينفعش يقيد في النادي الأهلي قبل كأس العالم، وما ينفعش يروح مع الأهلي كأس العالم، لأن آخر موعد هو 10 يونيو. كده خلصت الاحتفالات والحفلات بتاعة الجهلة. عايز أقول لكل جاهل والكل غبي، موسم نادي الزمالك 2024-2025 هينتهي بآخر مباراة لنادي الزمالك في كل المسابقات. بالتالي 5 يونيو هو آخر يوم لنادي الزمالك في موسم كرة القدم 24-25. كان ممكن الموسم يمتد للزمالك لو هو بيشارك في كأس الرابطة أو كأس العاصمة، لكن الزمالك خرج من الدور الأول للبطولة دي، وبالتالي يبقى موسم زيزو لاعب الزمالك مع ناديه ينتهي يوم 5 يونيو مش 12 يونيو. وهكذا كل الاحتفالات دي فيشنج، بيحاولوا يعملوا أي حاجة عشان يعطلوا زيزو من الأهلي. الناس دي فعلا مجانين، بأمانة مجانين رسمي، أكبر قدر من الحقد ومن الغل في التاريخ. عشان ما اسمعش أهلاوي بعد كده يقول لك علاقات طيبة ومجلس إدارة الأهلي يروح لا، الكلام ده تنسى. العلاقات الطيبة دي مع اللي يستاهلوا، العلاقات الطيبة دي مع الاحترام. الناس دي مجانين رسمي. بقول لكم وبصوت عالي، أحمد سيد زيزو رسميا مع الأهلي يوم 6 يونيو علنا، ومحدش في الكورة في مصر هيقدر يمنعه. وفوق ده كله اللي هيمنعه الأهلي هيروح ساعتها للفيفا ويأيده وياخد له بطاقة فورية من الفيفا. غير ان زيزو بكرة يقدر يرفع دعوى قضائية على نادي الزمالك بمطالبة فسخ العقد لعدم حصوله على راتبه آخر 4 شهور، ويبلغ الفيفا بأن هو تضرر من نادي الزمالك وأنه بيعامل معاملة غير سليمة، وبالتالي من حقه أنه يفسخ العقد. بقالنا شهرين يا جماعة والزمالك ما عندوش شغلانة غير أنه يمنع زيزو من يلعب كأس العالم مع الأهلي. حرب وفشل. عايز أقول لهم إن سنة 39 عبد الكريم صقر كان في حتة تانية خالص، كان هو هنا وبقية لعيبة الكرة في مصر هنا، كل لعيبة الكرة في مصر في حتة وعبد الكريم صقر في حتة. كان وقتها عنده 20 سنة بس، كان لسه طالع صغير في النادي الأهلي. عارفين حصل إيه؟ الزمالك خطفه. كان رئيس الزمالك هو رئيس اتحاد الكرة، هو وزير الدفاع، هو رئيس السجون، هو رئيس كل حاجة. خدوا بالعافية، والأهلي ما قفلش، والأهلي ما عاقبش عبد الكريم صقر. خطفوا بعد كده 20 لاعب، خطفوا يا كانوا زكي عثمان وهم مع منتخب مصر، بدل ما يرجعوا من معسكر منتخب مصر في اسكندرية على الأهلي رجعوا على الزمالك. خطفوا عبد العزيز أبيل ودخلوا الكلية الحربية، وما شاء الله بقى ظابط قد الدنيا ولواء أركان حرب قد الدنيا، وهو خطفوا بس عشان يدخلوا الكلية الحربية. لسه قريب قوي قوي خدوا عبد الله السعيد وهو لسه مع عند الأهلي 4 شهور، وعطوا له 40 مليون جنيه وتصوروا معاه، والأهلي ما عاقبوش خالص. اللي أكبر من كده رامي ربيعة
راح العين الاماراتي امبارح، راح العين الاماراتي هيلعب مع العين الاماراتي في كاس العالم، والاهلي يقول له اتفضل خلاص، اللي بيني وبينك خلص، عقدي معاك خلص، من حقك تروح اي مكان في الدنيا، وانا كنادي مش هحاربك الا لو فشل. والناس دي فشلة. وللعلم تذكرة احمد سيد زيزو من القاهرة الى الولايات المتحدة الى ميامي محجوزة يوم 6 يونيو. يوم 6 يونيو زيزو هيكون في المطار بيغادر الى ميامي للانضمام لبعثة النادي الاهلي. حاجة تانية، الشكوى اللي قدمها نادي الزمالك الى اتحاد كرة القدم والى لجنة الانضباط بيطالب بمعاقبة النادي الاهلي وبايقاف القيد للنادي الاهلي وبغرامة مالية للنادي الاهلي وبايقاف احمد سيد زيزو. الشكوى دي بالله واشرب ميتها. الشكوى دي ببساطة شديدة جدا لجنة الانضباط رفضتها، رفض، ما خدتهاش، وقالت عدم الاختصاص، الشكوى دي مش شغلي. ان شاء الله بكرة فريق الاهلي بطل مصر وبطل افريقيا ونادي القرن وممثلنا في كأس أندية العالم بأمريكا راح من التدريب ساعة 8 مساء، هتقلع بهم الطائرة الإماراتية من مطار القاهرة إلى مطار دبي. في مطار دبي بعثة الأهلي هتاخد راحة قصيرة جدا ترانزيت، وبعد كده تاخد طيارة الإماراتية المتجهة إلى مدينة ميامي في الولايات المتحدة.